السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي ومتابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف سعادة، وبتوحشوني بتوحشوني 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 من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا بينا نبتدي الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية، ونشوف أكلنا النهاردة هيروح لغاية فين. هيروح في حتة تانية خالص. والله العظيم زي ما انتوا شايفين كده هنعمل النهاردة أحلى مخ كداب في الدنيا، وهنعمل كبدة بالردة اللي بقت بالشيء الفلاني بره. واحنا على ايه يعني؟ ما ينفعش احنا نعمل الأكل ده لعيالنا النهارده في البيت، لا ده احنا نعمل. بصوا منظر الكبده، بصوا اللسان العصفور اللي يفتح النفس، والطحينه والبطاطس والبصل، حاجات كده حلوه في البيت. اللهم بارك. يلا نبتدي الفيديو ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وما يحلى الكلام الا بذكر نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. معايا كده مبدئيا كيلو من النخاع. ايوه كيلو من النخاع. ما انا بقى يعني النخاع دوت يعني شبيه كده للمخ. يعني المحلات بره يا جماعه بتخم شويه، بتخم شويه، فاحنا هنخم العيال احنا كمان النهارده ونعمل لهم المخ الكداب في البيت. اول حاجه مبدئيا كده في النخاع، عشان في ناس كتير ما بتعرفش طريقته، انت بتغلي له ميه، بصلايه، ورق لوري، وحبهان، ونكون غاسلينه حلو قوي بالدقيق والملح، ونبدأ ننزل بالمية السخنة اللي فيها البوكيه جرنيه بتاعي. يا دوبك هو 10 دقايق وتشيليه على طول. على فكرة المحلات بره بيعملوا ني عشان يبقى طعم المخ بالظبط. انا عشان عندي اطفال واولاد وعشان اضمن نظافته بغسله حلو قوي، واعلق له على ميه سخنه واسلقه فيها 10 دقايق بالظبط. تمام ايه. وسر نجاحه بقى التاني، عشان تعملي مخ كده كداب ويطلع طعمه وتسته حلو قوي، لازم يكون الثوم بتاعك فريش. تمام يا ست الكل، تمام يا ست الكل. هنحط له ايه؟ هنحط له ملح، هنحط له كمون، هنحط له كزبره ناشفه، هنحط له ملح وفلفل، ونبدا ندق الثوم بالبهارات دي لغايه ما الثوم يتجانس مع البهارات ويدينا طعم حلو قوي. تمام. نيجي بقى للكبده بتاعتنا. عشان تعملي كبده بالرده في البيت زي بتاعت بره بيستخدموا الكبده الامريكاني. تمام. في كبده برازيلي وكبده امريكاني. تمام. احنا النهارده هنعمل اكل حلو، اكل جميل، اكل هيروح في حته تانية خالص، عشان ولادنا في امتحانات ونعمل لهم كده جو بهجه، واكننا جبنا اكل من المطعم ونضحك عليهم ونعمل لهم حاجه كده حلوه. تمام. نيجي بقى احنا تبلنا الكبده خلاص، حطينا من الثوم الفريش، اساسي الثوم فريش، حطيناه على الكبده وبهرناه وسبناها كده بالليمون 3-4 ليمونات كده على الكبده وما تستخسريش. تمام. نيجي بقى للنخاع بتاعنا، نهرسه بقى بالشوكه، يعني تفضلي تقلبي بيه كده لغايه ما نهرسه كله ويبقى كده في حبيبات زي المخ كده. تمام. نجيب بقيه الخلطه الجباره دي اللي هي الثوم بالكمون بالكزبره، ونيجي هنا بقى للتركايه، فلفل رومي بقى مشطشط كده، وده اختياري بس هو بياخد الطعم وبيروح في حته تانية. ونبدأ بقى نجيب بردك على الكبدة قرن فلفل رومي كده مشطشط سبايسي يعني، ونحط بقى ونقلب بقى الكلام ده كله في قلب بعض. تمام. اللي وصلت معايا لغاية هنا تحط لي بقى لايك، اشتراك، كومنت حلو منك لو عجبك الفيديو فضلا وليس امرا. نبهر بقى النخاع بتاعنا، نديله كده حبة بهارات، حبة كمون، حبة كزبرة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وشكرا على كده. وقلبي بقى كل الكلام ده كله في قلب بعضه يا ستي الكل، وسيبيه يتنقع كده، يتحيق كده ويرتاح، ونشوف ورانا ايه تاني. اهم حاجة كده نخلص منهم الاول، عشان الشغل هنا والتركات هنا كلها في الحبة الاولانيين دول. تمام. نغسل ايدينا ونلمع رخامتنا ونشوف الكبده بتاعتنا بقى. بسم الله ما شاء الله بقت متبله كده حلو. تمام يا ستي الكل. نغسل بقى ايدينا ونلمع رخامتنا ونسيب بقى الكلام ده كله يتبل. نيجي بقى هنا للسلطات اللي بتتاكل جنب الاكل الجميل دوت. ايه السلطات الجميله دي اللي بتتاكل بره؟ سلطه اللسان العصفور بالكبده. بصراحه
بتبقى خطيرة جدا جنب الاكل ده. هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت تجيبي معلقة سمنة، حبة زيت، بنحمر اللسان العصفور، بننزل بيهم ببصلاية، نفضل نشوح فيها مع اللسان العصفور، نبدأ نحط ملح، نحط فلفل اسود، نحط كمون وده اساسي، وتجيبي هنا طماطم فريش. انا ما كانش عندي طماطم فريش، استخدمت صلصة كانت عندي في التلاجة، وابدأ نجيب بقى كوباية مية ونبدأ نسوي لسان عصفور. وكده فاضل على الكبدة اللي بالردة تبقى متحمرة، ونقطعها مكعبات ونحطها عليه. نيجي بقى هنا للسلطة التانية، هي سلطة الطحينة. تمام، سلطة الطحينة هنا معايا بتحتاج ليمون، بتحتاج زبادي، بتحتاج هريسة من الشطة، ملح وفلفل وكمون، ونبدأ نقلب الكلام ده كله أو نفكه من بعضه بمية سخنة. تمام، مية سخنة أساسي. طبعا بقى في ناس بتحبها خفيفة، في ناس بتحبها تقيلة، أنا هخليها بين البنين، هخليها كده وسط، لا خفيفة ولا تقيلة. تمام تمام. أقلب كل بقى الكلام ده كله بهريسة الشطة اللي عندنا في الفريزر، بتنفعنا في اي حاجة في البيت. احنا خنزناها مع بعض وعملناها مع بعض، فهي بصوا بتبقى ممتازة وبتغنيكي عن اي حاجة. تمام، خلصنا الطحينة، خلصنا الطحينة، فكيناها من بعضيها، وهنحط لها شوية ملح، نشوف كده الملح بتاعها كده حلو، عايزت مني شوية ملح صغيرين، هحط لها حبة ملح صغير. تمام كده، واخدة الليمون بتاعها، واخدة الثوم بهريسة الشطة، واخدة كوباية زبادي، واخدة ندعتين خل، يعني كده تمام. نضف بس رخامتنا خلاص، ونجيب الغطا بقى بتاع البولة ديت، ونحط شوية كمون حبة كده في الآخر، ونغطيها بقى، ونجيب لنا بقى بطاطسيتين ايوه، نعملهم بقى ايه، بطاطس محمرين جنب الاكل الجميل ده. تمام، هنا بقى هنعمل الكفر بتاع المخ الكداب بتاعنا اللي هو النخاع بتاعنا، نبطنه بالدقيق، وده مهم جدا واساسي، ان انت قبل ما تيجي تقلي بالبيض والبقسماط لازم تبطنيه بالدقيق الاول. تمام تمام، دي خطوة أساسية، أيوة دي خطوة أساسية ومهمة جدا. نخلص كمية النخاع بتاعنا بالدقيق. تمام، ونغسل ايدينا، ونيجي هنا نجيب الردة بتاعتنا، الردة من عند العطار، أي بقى عايزة تجيبي ب10، عايزة تجيبي، هو الكيلو ب20 جنيه تقريبا. تمام، نحيق بقى التركات هنا، يعني بتفرق في الأكل أوي. بنبهر الردة بحبة كمون، حبة ملح، حبة فلفل، حبة توم باودر، بصل باودر، حبة بابريكا. عايزة اقول لكم انها بتاخد الطعم، والله والله بتروح في حتة تانية خالص، والله العظيم. كده الردة معانا خلاص، كده خلصنا كمية الكبدة بتاعتنا كلها. تمام، نبدأ بقى نلمع رخامتنا، ونجيب طبقين نضاف يا ست الكل عشان نيجي نعمل الكفر التاني بتاع المخ الكداب بتاعنا اللي هو النخاع بتاعنا. تمام تمام، هنجيب بضاية، هنجيب بقسماط، كده النخاع بتاعنا استريح كده في تتبيلة الدقيق بتاعتنا. ونبدأ بقى لوجيكا الجد، بقول لها اديني شوية لبن من التلاجة افك البيض، الحمد لله كانت في المراجعة وجت. ويا رب يا رب يجعل لولادكم الصلاح والفلاح، ودعوة مني ليكم من القلب عشان انا بحبكم كتير قوي 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 قوي، وربنا يصلح حال ولادكم وحال ولادي وحال كل أمة الإسلام يا رب، عشان الدعوة تستجاب وينجحوا بالمجموع العالي إن شاء الله. قولوا اللهم آمين. نحط بقى النخاع في البيض، ونبدأ نحطه في البقسماط، في البيض وفي البقسماط، ونخلص الكمية كلها. تمام، وندخل بقى ونلمع رخامتنا، وندخل على البطاطسيتين المحامير بتوعنا نقطعهم عشان نبدأ بقى نروح على البوتاجاز ونشتغل مع بعض ونحمر على طول، ونشتغل ونشوف بقى أكلنا وتحضيره هيبقى شكله ايه بعد ما يتحمر ويتطعم كده، حاجة كده يعني اللهم بارك. بطاطس صوابع وانت واقفة كده سريعا، ونحط بقى طاسة
على البوتاجاز ونحط فيها حبة زيت كده محترمين، ونحمر بقى اول حاجة البطاطس. تمام. الزيت بقى بيكون سخن، البطاطس مش هتاخد معاكي وقت، ويفضل ان احنا بنحمر البطاطس الاول قبل ما نحمر اي كبدة بالردة او بالبقسماط. تمام. هنحط بقى على البطاطس ده شوية ملح وفلفل وبهارات كده، ونبدأ نحمر اول حاجة الكبدة. الكبدة ما بتطلعش على مناديل يا جماعة، الكبدة ما بتطلعش على ورق، الكبدة بتطلع في مصفى تحتيها طبق عشان تفضل محتفظة بالكفر والكريسبي بتاعها. تمام. ده سر نجاح المحلات بره، ان هي ما بتطلعهاش على مناديل او على ورق زبدة عشان ما تطراش منك. بصوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الكفر بتاعها لونه حلو وماسك نفسه وذهبي، ولما تطلعيه كمان على مصفى بيبدأ معاكي يبقى كريسبي ومحتفظ باللون بتاعه بالكفر بتاعه. تمام. اخلص كمية الكبدة كلها ونبدأ نخش على المخ الكذاب او النخاع بتاعه. تمام. انا كده الحمد لله خلصت وبدأت كده، فاضل معايا النخاع. طبعا النخاع الكمية دي كلها مش هقليها، انا هقلي على قدنا، كل واحد 3 قطع كده، لان في كبدة كمان، والباقي هنشيله في التلاجة. ممكن تحتفظي بيه في طبق فيلم في الفريزر، تطلعيه وقت زنقة تبقي نفسك فيه تطلعيه، بيبقى حلو قوي. خلصنا كده المخ الكداب بتاعنا، وكده انا وصلت لنهاية الفيديو. تعالوا بقى نغرف ونشوف هنقطع شوية كبدة بقى اللي قلتلكم عليها. اهم حاجة نقطع الكبدة دي مكعبات، مكعبات صغنونة عشان نبدأ نضيفها على اللسان العصفور بتاعنا. طبعا بقى من وراء الكواليس انا كنت مقطعة بقدونس، بصل، ولادي بيحبوا البصل الاحمر ده متقطع دواير كده، بياكلوها في قلب السندوتش بيبقى حلو. وطبعا معايا شطة بقى، وحضري بقى امكانياتك واغرفوا بقى وكلوا بألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم الصافية الطيبة، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا. اللسان العصفور بقى جاهز معايا، وهنغرف دلوقتي اللسان العصفور بتاعنا، ونشوف بقى وندوق اكلنا راح لغاية فين. انتوا بقى اللي تقولوا، واللي وصلت معايا لغاية هنا تحطي لي لايك وكومنت حلو منك، ولو عجبك الفيديو لايك وشير مع اصدقائك عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، فضلا وليس امر. وكده بقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو معاكم، وخلاص كده خلصنا. تعالوا بصوا شوفوا الجمال خطير. بصوا العيش القمر ده بقى، تعالوا بقى نجرب كده ونشوف ايه الافضل. نمسك كده سلطة الطحينة، نجيب معلقة حبة بقدونس، وحتة كبدة مقرمشة، ننزل بالطحينة، ننزل بشوية شطة ونسيب على الجنب، وندوق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخبار ايه؟ اشوفكم في فيديو جديد وفي حلقة جديدة من عائلة ماما روما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رايحين فين؟ ما تنسوش الاشتراك والكومنت الحلو منك لو اول مرة تشوفيني. سلام.